السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تتخضوش بقى من المنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا المطبخ بتاعي لان انا كانت عندي عزومة، والدنيا بقى كانت مدربكة وزي ايه يعني، حبايبي كلهم هم عارفين. انا جوزت الثلاث بنات وبقيت لوحدي انا وابو حامد. فساعات والله ببقى مكسلة كده، وساعات النشاط بيموتني. ففي ساعات كده ببقى مكسله ومش قادره اقوم، او اصحى من النوم الاقي تعبانه كده فبكسل. وساعات اقوم كده من النوم الاقي نفسي ان انا عايزه اهد الدنيا وابنيها. فزي يوم زي النهارده كده انا طبعا شفت منظر المطبخ ده، لا يسر عدو ولا حبيب. قلت طبعا ما ينفعش الكلام ده، لازم اقوم واتنشط كده. والحمد لله ربنا كده يدي الناس كلها الصحه وما يحوجهاش لحد. انا بقى كنت محتاره ابدا منين، بس طبعا الحل الوحيد ان ابدا بالمواعين. المواعين دي اهم حاجه في المطبخ، يعني هي الجزء الاكبر في كركبه المطبخ. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا المواعين ما بتخلصش في اي بيت. والله عايزه واحده كده تفضل قاعده جنب الحوض، كل اللي يحط معلقه ولا كل اللي يحط طبق تغسله كده، عشان الحوض يبقى فاضي لازم تبقي واقفه جنبه 24 ساعه. بعد بقى ما خلصت المواعين لقيت المطبقية فيها اطباق كتيرة جدا ملهاش لازمة عندي، واطباق يعني مش كويسة وكده. قلت لازم انا اتخلص كل من الطباق اللي ملهاش لازمة دي، واخلي المطبقية كده منظمة ومرتبة، لان كل اللي ملوش لازمة حاجة يعني بتعمل كركبة على الفاضي ملهاش لازمة. اي حاجة ما بتستعملهاش يا ريت تترمي على طول في الزبالة من غير تفكير يعني. جيت بقى نزلت كل الطباق ديت، وخدت المطبقية في الحمام واديتها غسلة كده حلوة، ونضفتها وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. والحتة بقى اللي مكان المطبقية قلت اغسلها بالمرة عشان اعلق المطبقية كده على نظافة. الحتة بقى اللي ورا المطبقية ديت اهو، عشان يبقى ايه بالمرة. وقلت بقى التلاجة بالمرة. يعني اقول لكم بقى النشاط يوميها كان قاتلني. انا لما بقعد واما اشتغل بدي كل حاجة حقها. وكله اتغسل. والبوتاجاز رحت ماسكاه غسلاه رخر بالمرة. انا كنت لما اللي عليه كله قبل كده، كانت عندي السلكة القديمة بتاعة المواعين، لميت اللي عليه. وبعد كده بالسبونشة دي، السبونشة دي بتنضف البوتاجاز حلو يا جماعة. اللي يفكر انها ناعمة ولا حاجة، بس بتنضف والله وبتلمعه. يعني ما تتوقعيش ان السبونشة الطريقة ديت بتنضف كده. والازاز طبعا بيبقى مليان دهون، لازم يتغسل برضه مع البوتاجاز عشان الدهون ما تتجمعش عليه ويبقى صعب عليك تنظيفه. وما اقولكوش بقى على فرحتي كده اما بلاقي الحوض فاضي. يا سلام، هي دي بقى المتعة الحقيقية، وحلم كل ست انها تشوف الحوض بتاعها بالشكل ده. وهنا الحمد لله حاطه شوية صابون كده سايل في الارض، وهدعك بالمقشة عشان لو في اي حاجة لازقة. وبعد كده بقى بالمساحة، والحمد لله. وادي بقى الشكل النهائي للمطبخ بتاعي، يا ريت يعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده انا نظمت كل حاجة، وكل حاجة بتلمع ونظيفة. وقلت بقى ان انا يعني انا كان نفسي ان انا اقفل المطبخ ده ما حدش يخشه، ولا عايزه حد يستعمل البوتاجاز، ولا عايزه حد يستعمل الحوض، ولا عايزه حد يدخل المطبخ من اساسه، عشان يقعد كده زي ما هو.
اتمنى النهارده يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك بالله عليكم، واذا كنت بتشوف القناه لاول مره يا ريت اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويلا انت كمان يا حلوه قومي شوفي ايه اللي وراكي، اذا كان مطبخك كان بالشكل بتاعي القديم طبعا مستحيل يعني. يا ريت تقومي وتتنشطي وترمي بقى الكسل ده ورا ظهرك، وتقومي تشوفي مطبخك، هتلاقي احلى راحه اللي هي تنظيف المطبخ.